متشابكين على بعض، في استقطاب مرعب في الفترة دي، فحالنا وحش. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه على طول، مين المسؤول؟ الناس بتقول لك ايه؟ الثورة هي المسؤول. أنا من مدافعي عن الثورة. حقيقي الثورة جابت مشاكل كتيرة، إنما الحالة اللي احنا كنا فيها أيام حسني مبارك كانت حالة سيئة للغاية. آخر 10-12 سنة في حسني مبارك كانوا إدارة سيئة للغاية، للاقتصاد، للسياسة، لدرجة إن هو جرب في البلد تماما من أي قيادات، من أي فكر. ما عملناش حاجة تسهل إن هو يقول نفتكره بيها. يمكن في أول 10 سنين كان شغله بالبطال بعد رئيس السادات، إنما ال20 سنة اللي جم بعديها كانوا سيئين للغاية. فأنا شايف إن الثورة مش هي السبب، الثورة اتأخرت 10 سنين. الثورة دي كانت لازم تقوم في 2001 مش في 2011. الثورة اتأخرت، الثورة مش السبب، الثورة نتيجة الفساد اللي كان موجود، سوء الإدارة، عدم اتخاذ القرار من حسني مبارك المجموعة الحديث، موضوع التوريث، موضوع عدم تدخل الجيش، كل دي ظروف أدت بينا إلى الحال اللي احنا فيه النهارده. طيب بعد لما قامت الثورة قام بيها شباب، الإخوان ما كانوش موجودين في الثورة. يوم 25 يناير ما كانوش موجودين، 26 27 28 29 الإخوان ما كانوش موجودين. السلفيين طبعا جم بعد كده، جم في الأشهر التالية. الإخوان ما كانوش موجودين. اللي عملوا الثورة دي الشباب اللي انتم شايفينه اللي لازم بلا غطاء، هم دول اللي عملوا الثورة. الإخوان عشان هم القوة الوحيدة اللي كانت منظمة في هذا الوقت جم وخطفوا الثورة. وأنا بقول الكلام اللي أنا أعرفه، إن الثورة دي خطف، الإخوان خطفوها. وخطفوها مننا كلنا، ما خطفوهاش من الثورة أو من شباب الثورة، خطفوها تماما من الشعب المصري كله. احنا من 3-4 ايام هتقولي انا بنتقل من الموضوع لموضوع الثانيه، نفس الفكره ونفس التيمه اللي احنا هنتكلم عليها طول النهار. لما قابلنا جون كيري كان طالب وزير خارجيه امريكا الجديد، كان طالب يقابل بعض نواب البرلمان والسياسيين، فروحنا قابلناه. كلامه واضح وصريح، احنا هنتعاون مع الاخوان لان الاخوان هو القوه الوحيده المنظمه. انتوا قوه المعارضه، انتوا الغالبيه اللي موجوده في الشارع، انما انتوا مشتتين مفرقين، محدش بيتكلم مع الثاني، ما عندكمش زعيم. انما الاخوان احنا بنتكلم واحد وواحد بيكلم الجماعه، فبالتالي احنا عندنا حد نكلمه. زي لما في الافلام العربي بتاعتنا بتاع زمان لما بيقولوا لو احب اكلم شعب مصر اكلم مين؟ لكن الفيلم بتاع الراجل عامل زي هولاكو كويس تمام، قال له ما احبش اكلم شعب مصر اكلم مين؟ فشوف كان قال نفس الكلام، كل حد شعب يكلم شعب مصر اكلم مين؟ ما عنديش غير الاخوان. الامريكان مستدين الاخوان، والامريكان ضد حب العصر باي شكل من الاشكال، وهذا القول الوحيد. صحيح النهارده بكره هيقولوا ايه الامريكان ده موضوع تاني. فالاخوان هم كانوا القوه الوحيده اللي موجوده، وبالتالي تم اتفاقيه ما بين الجيش والامريكان والاخوان على اول خطوه مشيناها غلط، اللي هو استفتاء 19 مارس. 19 مارس لو كنتوا فاكرين، لو انتوا نزلتوا اغلبيتكم نزلت الاستفتاء، لا كان في مضاعة على الصناديق، ولا كان في فرز قدامنا، ولا كان في حاجه. احنا كنا ناس طيبين، وقفنا في الطوابير، رحنا حطينا صوتنا، قلنا او لا، ومشينا، لا حد راقب ولا حد عمل حاجه خالص، وطلعت النتيجه زي ما طلعت. طبعا كان فيها قصه الحلال والحرام، اللي هيقول نعم دول ناس طيبين ورزق ربنا، واللي هيقول لا هم دول المجرمين. فتم الناس، تم الثقه، يعني اتساقوا الى هذا الدستور. طب ايه اللي وحش في القصه دي؟ اللي وحش ان احنا لما بنيجي نبني عماره، وانا ما بحبش ابسط امور، لكن خدوا هذا العماره، اول تبني عماره تبني خرسانه مسلحه وتعمل الاساس، بعدين تبني الدور الاولاني، ثم الدور الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، ثم تخش تشطب العماره وكل الكلام. فاللي حصل في الدستور في المرحله الانتقاليه كلها ان احنا بنينا الدور الثالث من غير ما نرمي اساسات، فالعماره وقعت علينا، وقعت فوق دماغنا كلنا. بمعنى ايه؟ انه ما ينفعش ان انا احط اعلان دستوري جاي من الجيش وانتخب البرلمان، والبرلمان هو اللي بيجيب لجنه المية اللي بتصيغ الدستور، ثم نكتب الدستور، ثم نجيب رئيس الجمهوريه، وبعدين نجيب وزاره، وبعدين نجيب مجلس. عك ما بعده عك، كل ده عك، وعك مقصود. ولو ناخد بالنا اللجنه اللي كتبت هذا الدستور وهذا الاعلان الدستوري اللي احنا اشتغلنا فيه لمده سنه وشويه، هي لجنه مكونه اساسا بقياده مجموعه من الاخوان، وواحد منهم الاقوياء جدا كان صبحي صالح. صبحي صالح محامي قدير ومقنع جدا، وانا زميلته في البرلمان شخصيه مش سهله، هو اللي كان محرك هذا الدستور المساعدنا اللي حط هذا الترتيب. احنا في المعارضه كنا بنقول ان الترتيب البيتي يتعمل بالمشاهد،
الاول نتفق على دستور، نقف مع بعض ونتفق على دستور